السلام عليكم. يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة وسعادة، امين يا رب العالمين. النهارده المفروض ان احنا يعني في فيديو كده نزل لعمرو دياب. عمرو دياب واقف في فرح جميلة عوض، وواحد مع جنبه متابع او يعني من معجبينه ماسك الموبايل وعايز يتصور مع عمرو دياب، ولكن شكل كده ان عمرو دياب ما كانش عايز يتصور وما كانش حابب انه يتصور. فالراجل فجأة لقينا عمرو دياب بينزل دماغه كده وماشي، فغالبا الراجل بيشده يعني بيمسكه من ايديه، يعني اللي هو يا فنان والنبي تصور معايا، والله غلطان يا ابني يعني. راح متدور وراح لازع الراجل بالقلم على وشه. عمرو دياب ضرب الراجل بالقلم على وشه، وطبعا المطبلاتيه بتوع عمرو دياب جابوه وهو بصوا قال يقول لك كان ماسك ايد عمرو دياب وبيشد عمرو دياب. اولا هو مش بيشد، هو بيمسكه بيلفت نظره ان انا موجود اتصور معاك. طب استنى، في ناس مجنونه عايزه تتصور يا عم، ده انت بتتصور مع الامله؟ يعني بغض النظر عن عمرو دياب ولا احترامي للناس اللي بتحب عمرو دياب، يا جماعه انت بتتصور مع مين؟ مع الامله؟ ان الراجل ده هزق نفسه، وكمان ده في فرح جميلة عوض. يعني معنى كده اللي موجود ده واحد من العيلة، يا من عيلة جميلة يا اما من عيلة العريس. ده مش معجب في الشارع، انت مش واقف في حفلة عشان تضرب واحد على وشه. ده حد محترم وراجل باين عليه انه شكله محترم، وبس حب انه يتصور معاك. يعني انت بتضرب بالقلم، انت ما تعرفش اصلا دوت مين، وده اكيد من المعازيم، مش معجب، مش من الشارع، ده فرح فنانة ومونتير والعيشة، فما ينفعش ده يبقى رد الفعل. ما يصحش ان ده يبقى رد فعلك، ان ما حد بيحبك او حتى لو متابع عادي. يعني انا مشكلتي مش في متابع عادي ولا حد من المعازيم، انا مشكلتي انك انت خلاص يعني الغرور ماسكك قوي لدرجة ان انت واحد بيقولك اتصور بيلفت نظرك، مش بيشدك، ما قطعلكش دراع البدلة مثلا، ما زغدكش، ما قالكش لا هتصور معاك غصب عنك. لا، ده واحد بيمسك ايدك بس، لو سمحت تصور معايا. ما يستاهلش ان انت تضربه على وشه بالقلم. ايه فلوس ايه وغنى ايه وصيت ايه اللي يخليك ان انت بني ادم ما تعرفش تتعامل كويس، بتتعامل تضرب راجل بالقلم؟ افرض مراته واقفة وراه ولا حد من عياله في الفرح شافك، او في حفلة شافه وهو بيتضرب بالقلم، ليه وفي الاخر يعني الحمد لله ان وش الراجل مش باين، يعني الراجل مش باين قوي، يمكن باين بس وهو بيرجع. وطبعا خد القلم، نزل التليفون في ساعتها وراح الحرس خدوه ومشوا بيه. يعني مشي الراجل جنب وشه باين ان هو مقهور. يعني ليه ما ممكن تكون خطيبته واقفة جنبه او واقفة على بعد وشايفاه، مراته، عياله. هو لو محدش واقف، الناس كلها خلاص نشرت الفيديو ان انت ضربته بالقلم. تصرف غير آدمي خالص خالص، وهو ده اللي يطلع من الناس اللي زي دي. تمام، هتقولوا بقى طبقية مش طبقية، الحمد لله هي ماشية بالستر، الحمد لله رب العالمين، والدنيا تمام. اهم حاجة ان الواحد اخلاقه مش الاخلاق النيلة. لو الفلوس هتزيد والاخلاق هتقل، يبقى تغور الفلوس وخلينا باخلاقنا وبتربيتنا. بس هنعمل ايه؟ المطبلاتية دخلوا وقالوا لك ده هو اللي شده وهو اللي عصبه وهو اللي ضايقه. يا نغة يا سلام، يعني انا اي حد يشدني من ايدي عشان اتصور معاه عشان انا مشهورة اعمل كده؟ لنا الله. اتمنى الفيديو يعجبكم، يلا سلام.